وين بتختفي الغتت يوم عيد الأضحى المبارك؟ تقول الأسطورة إنه الغتت بتمشي للحج، وده كان التفسير الوحيد للأهل وقت أولادهم بيسألوهم السؤال ده، وهم ذاتهم ما عارفين إنه الإجابة دي صح أو غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد. ما تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل جديد. لاحظ كثير من الناس إنه تختفي القطط يوم عيد الأضحى المبارك ولا يكون لها أي أثر، خاصة في صباح يوم العيد. فهل تكون مشت لأعضاء فريق الحج؟ ليه بتختفي القطط يوم عيد الأضحى؟ يقول المفسرين في بعض التفسيرات الوهمية بأنه سر اختفاء القطط هو إنه يتجمعوا مع ملك القطط في وقت اختفائهم من كل ليتلقوا منه التعليمات والأوامر. بالإضافة إنه في تفسير تاني يقول إنه الجن يختفي القطط لأنه من أتباع الجن، والجن يتمثل بها ويستخدمها في العديد من الأمور المسخرين لها. وفي نفس الوقت في تفسير تاني غريب من ده إنه للقطط عالم تاني خاص بها، وهم يتجمعوا فيه أول أيام عيد الأضحى ويمارسوا شعائر عيد الأضحى كالمسلمين، وبرضه يدهوا زي المسلمين. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ ومن أبرز الروايات المتداولة تقول بالفعل إن القطط مشت لأعداء فريق الحج وتجي راجعة بعدها. قد تكون الإجابة دي ضمن الخرافات المنتشرة بين المجتمع الإسلامي على مستوى العالم. تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. وفي رواية تانية إنه سبب اختفاء القطط في يوم الأول من عيد الأضحى المبارك هو دعوتهم على مائدة كبيرة، وهي مائدة سيدنا سليمان عليه السلام، ويجيبها لهم الجن بما كان سيدنا سليمان يأمرهم بها في عهده، وهم ما زالوا على عهد سيدنا سليمان عليه السلام، والله العليم أعلم. تفسير علماء الدين الظاهرة دي قالوا إنه أكثر الإجابات المغنية على السؤال ده هو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدليل من هذا الحديث إنه الحيوانات بتشوف الملائكة والشياطين، ويوم العيد القطط بتشوف الملائكة النازلة فتحرب. يقول علماء المسلمين إنه في أول أيام عيد الأضحى المبارك القطط بتشوف ملائكة الرحمة بين المسلمين وملائكة الموت وقبض الأرواح الغائدة تقبض أرواح الضحية. وبرضو قالوا إنه اختفائها يمكن أن يكون احتراما وتقديرا لهيبة الملائكة أو خوف على أرواحها من القبض، والله العليم أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.